كل سنة وانتم طيبين. العيد بكرة، الشعب المصري كله بيفطر كبدة أو حلويات مذبح. هنعمل النهاردة صينية محصلتش. بصوا معايا، طبق فيه كبدة وكلاوي وقلب وليا وسجق. جبت كده صينية كبيرة قوي قوي، حطيت فيها شوية زيت حلوين وشوية ليا كده ساقعة لسه مطلعاها من الفريزر. بضيفها وبحط وراها على طول الكلاوي، ما بسيبهاش تسيح ولا حاجة. تقلبتين أول الكلاوي ما تغير لون بضيف على طول القلب وبقلبه. كل حاجة أول ما تغير لون بحط اللي بعدها على طول. وبعد كده بضيف السجق. ده نص كيلو سجق شرقي، وبصلتين جوليان كده ضفتهم وقعدت قلبتهم لحد ما يدبلوا، ونص فلفلايه رومي حمرا، فلفلايه الوان يعني حمرا. تقلبتين كده، وفي الاخر خالص بضيف الكبده، لان الكبده ما بتاخدش سوا خالص. كل ده اهم حاجه في حاجه كبيره وعلى نار عاليه. حلويات المذبح او فواكه اللحوم دي مش زي اللحمه، يعني دي يا دوبك بس تشويحتين كده بتلاقوها استوت. وضفت معايا التوابل، ملح وفلفل وبهارات وجنزبيل، وفي الاخر خالص معلقه صغيره توم مفروم و3 معالق خل وليمونه. وشموا الريحه الحلوه بقى بعد الخل والليمون والثوم في الاخر خالص. قطعت قرنين فلفل وحطيت كمان قرنين صحاح. محلاها الاكله دي ما تحلاش غير بالحراق. شايفين المنظر وجماله. والممبار البوبس برضو عملته معاكم قبل كده، حطيته، والممبار العادي. يعني صينيه كامله متكامله. بصوا دي صينيه السعاده، اي حاجه تاني غير كده كلام فارغ. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بصوا الممبار بوبس تحفه. لساني يعجز عن الكلام. شايفين المنظر؟ كل سنه وانتم طيبين. احلى صينيه حلويات